السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أتمنى المشتريات بتاعتي النهاردة تعجبكم. السوق حاجة غالية أوي 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 بصراحة، فمعرفتش أجيب، كنتش هروح أصلا، فمعرفتش أجيب غير حاجات صغيرة بسيطة. اتمنى تعجبكم. احنا في اخر الشهر بقى كده، فايه نظبط الدنيا مع بعض. جبت كيلو باذنجان ابيض، بصوا جميل حلو، جايباه ب15 جنيه. عايزين بقى نعمله دلوقتي بقى وكده ونظبط. جبت كيلو كوسه، انا بحب الكوسه الصغيره عشان مش بحب اللحم الكتير فيها، بحبها كده اقورها بسرعه وتبقى ايه مفيهاش لحم كتير، انا بحبها كده صراحه. جبت كيلو كوسه، كوسه ب20. ده بالنسبه الخضار. جبت برضو ايه الفلفل ده، قال لو خدتي نص هيبقى ب15، خدتي كيلو على بعضه مشكل هيبقى ب25. انا خدت كيلو مشكل، انا كنت محتاجه من ده. لقيت بقى في احمر هنعمله بقى هريسه شطه حلو، ولقيت فيه ايه نعمله للمحشي ان شاء الله. يعني يا رب انا ناويها النهارده محشي، بس مش عارفين بقى الظروف هتمشي ازاي، بس خير ان شاء الله باذن الله. ده كده بالنسبه للخضار. انا عندي بطاطس، آه كنت جايبه بطاطس من عند، وجبت البطاطس دي من عندها، جايبه 6 كيلو ب75 جنيه. تحفه يا بنات، تحفه، تحمير وجميله قوي. انا باخد منها الحاجات بتاعتي الصراحه اللي بتعجبني، البطاطس بتاعتها حلوه قوي. جايباها 6 كيلو ب75 جنيه، يعني الاتنين ب25. وجبت قرفة، معنديش قرفة مكسرة، جبت ب10. وجبت حبهان، انا مش عارفة بصراحة يعني ايه دول يبقوا ب10 جنيه، مش عارفة. قولولي كده يا بنات لو في حد. دول ب10 جنيه، حبة صغننة قوي، مش عارفة. آه عادي، انا بعد كده شكلي هستغنى عنه، يعني حرام يعني ما اجيب دول ب10، بس خير ربنا يسهل. وجبت يا بنات الفاكهة بقى، انا ما جبتش بصل، ما جبتش حاجات تانية لان انا مش محتاجاهم عندي، ممكن امشي بيهم اسبوع كمان. جبت الفراولة دي القمر دي، حلوة وتمام وكل حاجة جميلة وحلوة، بس يعني مش عارفة بتغلى ليه، بقت ب50 جنيه. انا جبتها لان انا عندي سفندي وعندي برتقال، وولادي مش راضيين ياكلوه، مش عارفة ليه برضه. عمالة اقول لهم كلوه بيقولوا لي لا طعمه مش حلو المرة دي. يا رب يملى بيوتكم وبيتي بالعمار والخير وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يملى بيوتنا كلها يا رب بالعمار والخير وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. جبت الموز ده، الموز ده ب20 زي ما هو لسه، جبت ب30 جنيه. هم دول اللي كانوا فاضوا مني من 200 جنيه والله. جبت ايه الموز، وقلت تمام كده كفاية التسويقة تبقى كده. وده جبت بقى ده على السحلب دوت، جبناه قبل كده، قلت اجيبه تاني عشان يبقى طعم، هو طعمه كان جميل. جبته ب15 جنيه. وبكده اكون خلصت مشترياتي بتاعت السوق. اتمنى ان هي تعجبكم، هي حبه صغيره بس على قدي انا انا بجيب على اللي محتاجي انا، انت جيبي اللي تحتاجيه برضه. يلا بقى بينا نخش على فقره الغدا. باي، في حفظ الله يا بنات. قبل فقرة الغدا بقى حبيت احط كل حاجة في مكانها معاكم. اتمنى ان انا اكون عجبتكم. والاسعار صعبة جدا يا بنات، بس يا رب الرزاق موجود، فالحمد لله على كل شيء.
حطيت بقى السحلب في كيس لان طلع مخروم حتة صغنونة فهيبهدل لي الدنيا، وحطيته في باب التلاجة عشان المكان بتاع السحلب الاولاني لسه موجود، فمش هحط سحلب على سحلب. بنوتي كانت عايزة تفطر، رحت عاملة لها رغيف جبنة، وبنوتي التانية هناك هي عملت بقى في القلاية بيض وبيض ودقيق وفانيليا هنعمل الخلطات دي مع بعض اما نفطر. عملت لنفسها وحطت جبنة موتزاريلا بقى وظبطت، وانا قلت ايه اعمل لبنوتي التانية سندوتش جبنة بطماطم بفلفل، هي اللي مقطعه الطماطم والله والفلفل كانت بتعمله، وقلت ايه اصوره معاكم وحطيته لها في الميكروويف بس. ورحت ايه كملت بقية حاجتي عشان بس ما يعطلونيش في المطبخ، فقلت ايه اعمل لهم الحاجة بتاعتهم عشان يخرجوا بسرعة، لو هم قعدوا يعملوها هيقعدوا كتير قوي، فانا ايه خلصتهم بسرعة هم. ورحت ايه حاطة الحاجة، حطيت القرفة مكانها والحبهان مكانه، مش عارفة ايه الحبهان ده بصراحة يعني، بس الحمد لله ربنا يرزقه ويرزقنا اللهم امين يا رب العالمين. وبعدين جبت الباسكت من التلاجة، شفت ايه اللي هيبدأ يبوظ واستخدمه، وايه اللي شغال شوية احطه قدامي. بحط يعني بحط اللي قدام عشان ايه اسحب على طول، وده الجديد ورا. احط الفلفل بقى، وخدت كام فلفلاية عشان هنعمل محشي يا بنات. اوه، والفلفل ده هسيبه واقفله، وان شاء الله نبقى نعمله مع بعض هريسة شطة، مع اني عندي والله عندي برطمانين بس تمام. وكنت جايبة علبة الجبنة الموتزاريلا دي يا بنات وفتحوها بناتي، كنت جايباها من سوبر ماركت عادي يعني، مش كنت جايباها بحاجة و90 جنيه او ب96 حاجة زي كده. الحمد جبنة موتزاريلا بس انا عموما انا بحب الميكس، بتديني طعم احلى، بس لقيت شيجر دي فقلت ها عشان تمشي معايا شوية بس. كريب لو عملوا كريب او بيتزا او عملوا خلطات بتاعتهم دي، لان انا صايمة فايه ما بفطرش، فبعمل لهمش ساعات يعني، يعملوا هما تسهل عليهم شوية بس كده بقى. ورحت حاطة الحوض غسلاه كويس طبعا يا بنات، لازم اغسله كويس جدا. وحطيت فيه ايه الفاكهة، غسلت الفراولة كويس جدا، قطعت البوزة بتاعتها دي بالسكينة، ورحت حطاها فين في حطيتها في العلبة البوكس بتاعها، وهحطها في التلاجة اللي عايز ياخد. عايزة اقول لكم بعد ما انا اكلنا الساعة 9، على ما جيت بقى من العزا ومشاويري وكده وهم خلصوا دروس، بعد ما اكلنا بقى قعدنا ناكل فيها شوية. احنا بنحب الفراولة يا بنات، احنا من عشاق الفراولة والمانجا. ودي نص البطاية قطعتها بالنص، ودي الكبد والقوانص هحطهم هنا يتلجوا، وبعد ما يتلجوا احطهم في التلاجة دي، وبعد ما يتلجوا هنزلهم تحت في الديب فريزر. بصوا اهو انا بحط هنا في التلاجة دي احتياجاتي بس اللي على ايدي كده بسرعة، انما حاجات الخزين بحطها تحت، الاكتر يعني حاجات اللحوم تحت، وحاجات الدواجن وكده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قعدت بقى في الارض اعمل حاجاتي، بعد ما قعدت إيه لقيت الوقت هياخدني ويسرقني، فسبت الباقي وقمت صليت. وبعد ما صليت رحت ايه قلت احط الحاجة الشوربة، نعمل بقى ايه الفراخ والبط اللي احنا كنا سايبينهم من امبارح. قطعت طماطمايه هنا وهنا، بصلايه هنا وهنا، ورق لورا هنا وهنا، وحبهان هنا وهنا برضو. بس الجزرايه حطيتها في البطايه بس عشان تسكر لي ايه الشوربه، عشان هسقي بيها الايه
المحشي. حطيت هناك البط وحطيت هنا ايه الفراخ، تاخد صدمة زي ما انتوا عارفين. هفتح بقى، هغطي عليها سنتين وهفتح تاني وهحط ايه التوابل بقى. بصوا هفتح تاني وهحط عليها بقى بقية التوابل على ما حضرتهم. هحط اهو الحبهان وورق اللورة وجوز الطيب، وهحط فلفل اسمر. بجد الشوربة بتطلع وهم يا بنات، وهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بقى، كومنت حلو منك كده ولايك كده وشير، واصحابك عايزين العيلة تكبر يا بنات. حطيت عودين قرفة هنا وهنا، بس زودت طبعا في شوربة البط شوية لاني انا هسقي بيها، عايزاها تبقى ايه فيها توابل حلوة كده. عايزة اقول لكم انا عارفة ان حالتين المحشي اللي انا هعملهم هيفيد منهم، فاض منهم حلة كاملة. يلا بالهنا والشفا على قلبهم، ناكل بيها تاني يوم مفيش مشكلة. خليكي ست شاطرة كده ومدبرة. دي 7 بهارات يا بنات بوريها لكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم النهاردة كان صعب جدا، خروج بقى وخرجت مرتين ونزلت، ظهري بدأ يرجع يوجعني تاني يا بنات. فيا رب يشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. هحط بقى ايه، سقطت المية اللي بتغلي، لازم تكون بتغلي عشان تديكي شوربة دسمة وحلوة. نقلت الفراخ جنب البط ورا عشان هعمل خلطة الايه المحشي. شطار، حفظته معايا اهو. وهقفل بقى على الشوربة تمام. وبعد كده هحط زيت بقى في الحلة دي، وهحط بتاع ده، هحط زيت واقعد اقطع بقى في البصل. لازم زيت كتير في المحشي، بحب كده، بحب اعمله بزيت بس. اقطع اقطع اقطع، وبحب اقطع البصلة في المحشي برضو، تبقى بحس ان هي صاحية كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في المحشي بامانه ان انت تحطي التوابل بعد ما تسقطي الرز، بس مش اي حد بيعملها بصراحه. انا قليل قوي لما بعملها، لان انا بحب الصلصه تتسبك. لاني انا هقول لكم دلوقتي هوريكم الصلصه تتسبك، وبعد ما تتسبك احط البهارات. عشان انا باخد من الصلصه شويه، يعني بشيل شويه، يعتبر بخزن ايه خلطة محشي من الصلصة، فاهميني؟ اخزنها واكتب عليها، ووقت ما احتاجها هلاقيها، فاهميني؟ يعني بعمل طوة كده عشان رمضان، فاهميني؟ اهي الصلصة اهي، بصوا انا عاملة كتير ازاي، وهحط تاني كمان قدامكم. هجيب كيس صلصة من تحت، بصوا حطيت تاني ازاي، هحط تاني عشان تتقل وتكتر، لان حطيت بصل كتير برضو فزودت عشان اخد حبة اخليهم يبردوا. بعد ما يبردوا احطهم في الفريزر، تبقى دي خلطة محشي معايا جاهزة. عايزة محشي اروح مطلعة دي بسرعة، ومطلعة كيس اللي هي الخضرة، تحفة يا بنات، من الفريزر وما فيهاش اي حاجة، عن تجربة سنين بأمانة انا بعملها. اطلع الكيس دوت مع كيس الكيس ده مع كيس الخضرة،
واحطهم على بعض، وحبة الرز خلاص. يوم يسعف كده في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. مع طاوة محشي صغنونة عادي، مش هتقول لأ يعني. رمضان كمان بيحب الايه، كل يوم اكل منوع. فانا بعمل حاجات على قد، على طول بعمل حاجات على قد صراحة. بس المرة دي عملت يكفيني يومين، لاني انا تعبت بجد يعني. الاتنين تعبت والتلات تعبت، فقلت اريح الاربع كده عشان ان شاء الله نعمل الشقة كده مع بعض. فالحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. اللهم دم عليا صحة يا رب، اللهم امين. انا وانتو يا رب، يرزقكم الصحة يا رب، وما يحوجكوش لحد ابدا يا رب، اللهم امين. انا وانتو. بصوا، حط التوابل بقى. شكلي كده هحتاج كام جلسة قبل رمضان على ظهري، لاني بدأ يوجعني تاني. الناس القريبة مني عارفين ان انا ظهري وجعني جدا. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب العالمين. حطيت بقى في التوابل المحشي، حطيت ايه، جوزة الطيب، حبة البركة، سوري انا اسفة يا جماعة. جوزة الطيب، ورق لورا، حبهان، كزبرة ناشفة، فلفل شطة بقى، الشطة المولعة. حطيت مرقة الدجاج والثوم البودرة والبصل البودرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين حطيت الملح يا بنات. انتوا شطار وعسلات وبتعملوا أحسن مني طبعا أكيد. الناس اللي عزتني، الناس بجد اللي فوق راسي، كل واحدة بتكتب لي كومنت ده فوق راسي. ربنا يخليكوا ليا ويديمكوا نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يرزقني بحب الناس، وانتوا يا رب يرزقكم بحب الناس، عشان حب الناس ده مش اي حد بيوصل له بامانه. فيا رب يا رب يرزقنا بحب الناس، اللهم امين يا رب العالمين. غسلت بقى الرز اهو، اغسله بصوا بقى، انا بحبيت اجيب لكم اللقطه دي ليه. ده بالظبط يعني، دول كده يعني اقل شويه بقى، تعملي اقل شويه من الكوبايه دي بسيطه. رز. بص انا بقول لكم ايه، انا خدت صلصه من الصلصه التسبيك، هسيبها تبرد وبعدين هحطها في كيس واحطها في الفريزر. الكوبايه الرز بقى دي يا بنات عملت لي كيلو، كيلو كوسه وكيلو بتنجان بالظبط، ما بقاش منها ولا فتفوته. بس طبعا انا كان نفسي ان انا بعمل طماطم، وبعمل ايه معاهم يعني، بحشي الطماطم وبحشي الفلفل الالوان، فلفل قصدي الاخضر. لقيته محتاج التاني، رحت حاطه، والباقي هشيله في الفريزر. هحط بقى، بصوا الخضرة من الفريزر والله هي بنات، اهم حاجة تطلع من الفريزر تتحط على التسبيكة على طول. والله نفس طعم الجديدة، نفس طعم الصبحة صراحة يعني. بص، اكره ما على قلبي تقطيع الخضرة. بتمسك في الايد كده صغيرة، وبتمسك في الايد وبتبهدل الدنيا في ثانية. يا بقى لو وقع منك حبة ولا يا لوي. يلا افتكركوا الخير. ايه ده، إيه اللي انا بفتكره ده؟ مش تقولوا لي. لقيتها محتاجة معلقتين كمان، رحت مزودة من الخضرة، ورحت مدخلة كيس الخضرة الباقي ده بسرعة في الفريزر، هنحتاجه في اي حاجة تانية عادي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، خليكي ست شاطرة كده عسولة. ارضي ولادك وجوزك وعيالك، ربنا يديمهم نعمة في حياتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ما تستنيش مقابل من حد، احنا اتكلمنا قبل كده. اعملي كل حاجة لوجه الله، هتطلع جميلة وحلوة. لقيت الفراخ استوت، قلت بقى ايه، احطها في القلاية عشان يبقى حاجة في حاجة كده. انا مش هعمل بشوربة الفراخ دي حاجة، فانا كده كده ايه، هرميها.
لان عندي اكياس كتير في الفريزر. بصوا هحط بقى كده، وشوربة البط هسقي بيها المحشي كاملة كلها، فمش هيفيد شرب، ما مش من هواة الشوربة قوي يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا بنات انا بتغدى الساعة 9، بفطر الساعة 9 معاهم، ومش باكل تاني خلاص، ولا كوباية زبادي ولا اي حاجة. بصوا بقى، سوري يعني، قعر الحلة بقى لازم يتعمل كده، عشان انا بحرق البتنجان. اه بحرقه ما تشوفوا. بشيطه قوي عشان بحب يكون محمر قوي، غير كده انا ما كنتش هاكله. وكمان ساعات لما بيكون عندي وقت بخرجه من النار، بخرجه من النار على طول على القلاية. يعني انا ان شاء الله باذن الله تاني يوم هروح عاملاه في القلاية، احط عليه نقطتين زيت، ايه، يتشوح كده في القلاية وهاكله. غير كده انا ولا باكله ولا باكل الكوسة قوي، يعني مش قوي يعني، ممكن ان انا خدت صباعين 3 كده تمام. انما الفلفل بنحبه جدا، والطماطم بيحبوها برضو بناتي. يعني خدت حاجتي بقى، طبعا انا منفضه الفرشه دي قبل كده من التقوير وكده. خدت حاجتي بقى وقعدت اعمل بره لوحدي مع نفسي كده، هوب هوب هوب. تمام. دلوقتي بقى بسقط كانت 5 إلا ربع، بسقط بقى الشوربه في على المحشي. لقيت البطايه اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقيت البطايه استوت خالص بجد، انا مكنتش عارفه اشيلها واحطها في القلايه. بس تمام، جبتها برضو وعملتها بالماسك. بصوا بصوا بصوا، الحله جميله، شكلها جميل قوي. عايزه اقول لك مش عايزه تتاكل، هي عايزه تتعمل كده صوره، تتبروز بس. تعالوا كلوا معايا يا بنات، الف هنا وشفا عليكم يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا غطيتها بقى، قلبت وغطيتها كويس وتمام كده. هسكت مش هسكت، اروح بقى اكمل. ايوه، شفتوا بقى الكوسه، الجمال الكوسه، ياه، ولا الفلفل ولا الطماطم. بصوا بصوا بصوا, بصوا. تتبروز هغطي بقى عليها واروح اشيل البطايه. بصوا بصوا البتنجان بدأ يبقى قليل ازاي ويبقى جميل ازاي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بقى، لو وصلتي معايا كده استاهل ولا ما استاهلش كومنت حلو منك كده؟ بجد انا تعبت جدا 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 النهارده، وتعبت في الفيديو قوي. استاهل بقى لايك منك كده حلو، وكومنت حلو منك، وشير بقى لاصحابك. شير كده باصحابك عشان العيله تكبر يا بنات. عايزين عيلتنا الجميله الحلوه اللي بتحب الخير لبعض تكبر. بصوا، احطها بقى في القلايه، وهعدل البطايه بقى بايدي، تكون سيكا بردت. مهم. هعدلها واروح حاطه عليها خلطة الصلصة اللي انا كنت شايلاها من المحشي. بصوا حطيت في كل حاجة، حطيت معلقتين، آه حطيت معلقتين على الوش في البتنجان، ومعلقتين على الوش في الكوسة، وهتكمل معايا لده وهيفيد كمان. هي دي بقى حلاوة الصلصة ما تكون في البيت كده، كله خير في البيت. بصوا حطيت عليها كده، ساعات بحط كده وساعات بحط زيت وبس. هي بقى اصلا فيها زيت، فهي يا دوبك كده وسبتها، طلعت حمرا وجميلة. انا وبنوتي الكبيرة كلنا الفراخ، وبنوتي الصغيرة كلت حتة من البطة وهتاكلها تاني يوم. انا عاملة حساب لتاني يوم فعلا. بصوا اهو،
فاضت العلبة دي ورحت قافلاها وسايباها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عملتها 15 دقيقة. بصوا البتنجان طالع ايه، محمر شوية من تحت، احنا بنحبه كده. وادي الكوسة الجميلة. تعالوا افطروا معانا يا بنات. والله بصوا عشان تعرفوا ان هو فعلا مش نفس الميعاد، مش بيدخن ازاي، لاني انا سويته ومشيت، رحت العزا وجيت تاني، فجيت على الساعة 9 كده. يلا بقى باي، مستنظراكم في فيديو جديد، ولايك بقى جامد وكومنت حلو منك. باي، في حفظ الله يا بنات.